وللاسف الناس اللي بتهاجمنا هناك هم اول ناس احنا مدينا لهم ايدينا هنا وراعيناهم لما الضرب كان شغال في بلدهم، وعدم الاستقرار وعدم الامن وعدم الامان في بلدهم. فاحنا فتحنا لهم دراعاتنا وقلنا لهم اهلا وسهلا بيكم، تعالوا ضيوف اعزاء على راسنا من فوق، اشتغلوا وافتحوا مشاريع. لكن ناكر الجميل دايما، يعني الناس دي من ناكر الجميل دايما، ومش كل الشعب بتاعهم، لا ده احنا بنتكلم على فئة معينة. طب روحوا هاجموا سفارة الكيان، يعني انتوا بتهاجموا سفارة مصر ليه؟ ايه من وجهة نظركم؟ يعني في ايه؟ مصر عامله لكم ايه؟ يعني طب ما تكلم جيشك، طب ما تكلم بلدك، طب ما تكلم رئيس بلدك المنتخب الفاتح بأمره، الله ما كلموه، قولوا له ايه الدنيا ديت؟ الكيان بيعمل في اخواتنا واحد اتنين تلاتة، طلع جيش مدجج بالاسلحه وروح حارب. انت ليه بتيجي عند سفاره بلدي انا وتقفل البيبان او بتحاول تقفل البيبان؟ ده امر مرفوض طبعا. وعلشان الدوله تشارك في ده برفعها للامن الخارجي للسفاره، فده في حد ذاته امر طبعا مش مقبول، لان انت كده هتخليني اشك فيك كدوله، اقول ان انت اللي بتجيب الناس دي او انت مشترك معاهم، بدليل ان احنا بعد ما بنقبض على بعض الافنديه اللي بيحاولوا يهاجمونا الشرطه بتيجي بعديها، يعني الشرطه ما كانتش موجوده.